السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم وصفة الجمبري المقلي بأسهل وأحلى طريقة ممكن تجربوها. أول حاجة أنا غسلت الجمبري. دلوقتي أنا عايزة أفتح ظهره وأشيل الكيس الرملي مع الراس، مع كل حاجة في الراس. بس بسيب الديل بس. بنضف اي حاجة موجودة في الظهر. ادي الحبل الرملي اهو كده نضف. نجرب واحدة كمان. نفتح من الظهر ونشيل الكيس الرملي. مفيش. مع الراس ننضف مكانها كويس جدا واسيب الديل برضو. دلوقتي هحط التوابل: بصل باودر، توم، رشة كمون بسيطة، رشة شطة حسب الرغبة طبعا، رشة بابريكا صغيرة، ورشة كمون صغيرة. انا محطش ملح على جمبري ولا الصبيط عشان التوابل دي بتخليه اصلا في نسبة ملح، فانا مش بحب ازود الملح بتاعه. واقلبهم في بعض بالشكل ده. وبرضو ولا بحب احط ليمون ولا خل ولا الكلام ده خالص، عشان ريحة الجمبري وطعمه ما يختلفوش. نقلبه كويس. دلوقتي هنتبل الصبيط هو كمان. برضو هنحط بصل باودر، توم باودر، رشة كمون بسيطة، رشة شطة بسيطة، رشة بابريكا، ورشة كركم. وهنقلب. كده انا تبلت الجمبري والصبيط وهسيبهم نص ساعة في التلاجة. وهنعمل دلوقتي خلطة الكفر بتاعة الجمبري والصبيط عشان نقليهم. دلوقتي هنعمل الكفر اللي هنغطي بيه الجمبري والصبيط قبل القلية. دول كوبايتين دقيق، عليهم نص كوباية نشا. هنحط عليهم برضو شوية توم باودر، شوية بصل باودر، رشة شطة، ورشة كركم صغيرة قوي. واختياري رشة مرقة دجاج باودر، مش كتير
ده اختياري للي عايز. وهنقلبهم في بعض. وفي طبق تاني هنشيل جزء من الخليط ده شلنا جزء ناشف، والجزء ده الاولاني هنحط عليه ميه. دلوقتي انا قلبت الخليط لحد ما دايب في بعضه، وانا عايزاه سمكه مش خفيف قوي ومش تقيل قوي عشان الكفر ما يكونش تخين قوي في القلية، يعني هيكون زيادة عن اللزوم، فانا بخففه بخليه سمكه وسط. انا متهيألي سمكه كده مظبوط. بعد كده هنجيب السبيط اللي احنا متبلينه ونحط عليه جزء من الخليط ده ونقلبه لحد ما يشرب كويس جدا. نقلبه كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. قلبناه. دلوقتي هنجيب الجمبري ونحطه في باقي الخليط ده. دلوقتي هنشوف مع بعض هنحط الجمبري والسبيط في الدقيق ازاي. بناخد واحدة جمبري بالكفر اللي عليها ده وننزل بيها في الدقيق. انتوا شايفين كده، بنقلبها كويس قوي عشان تطلع زي اللي انتوا بتاكلوها في المطاعم بالظبط، تبقى بالمنظر ده. ناخد واحدة كمان برضو بالخليط اللي عليها وننزل بيها في الدقيق ونقلبها كويس جدا كذا مرة عشان يبقى الكفر عليها كويس. بقى زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي هنعمل السبيط برضو بنفس الطريقة. ناخد واحدة في الدقيق نقلبها كذا مرة. دلوقتي في طاسة فيها زيت سخن بننزل بالجمبري الجمبري يا جماعة ما بيحتاجش تسوية خالص، حاجة بسيطة جدا. فاحنا هنحطه وما نقلبوش برضو على طول، نسيبه شوية، بعدين لما نحس ان هو بدأ يحمر من تحت. انتوا يا جماعة بجد مش متخيلين الريحة عاملة ازاي عشان التتبيلة بجد دي هتفرق معاكم جدا. هتجربوها وتقولولي رأيكم. ده يا جماعة الجمبري بعد ما اتقلى، شايفين شكله عامل ازاي ولونه.
بجد الطريقة دي هتعجبكم قوي، جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وده الصبيت يا جماعة، شايفين اللون، شايفين الكفر اللي عليه عامل ازاي. جربوا الطريقة دي بجد هتعجبكم، وطعمها حلو جدا ما شاء الله يعني. جربوها وابعتولي رأيكم في الكومنتات.